لما بتكون في علاقة مع شخص نرجسي، سواء علاقة جواز أو حب أو صداقة أو حتى قرابة، وتلاقيه بيمارس عليك ألاعيبه ونرجسيته، ساعتها بتحس إنك مش عارف تعمل إيه أو تتصرف معاه إزاي. في الجزئية دي أنا مش هقولك بس إزاي تتعامل مع الشخص النرجسي ده، أنا هقولك إزاي كمان تجيب مناخيره الأرض. امشي معايا خطوة بخطوة، بس ما تنساش تتأكد إنك عامل لي فولو، ويلا بينا. قبل ما أقولك إزاي تتعامل مع الشخص النرجسي، خليني أقولك على 5 صفات تعرف بيها إنه شخص نرجسي. لأن المشكلة اللي بتحصل دلوقتي إنه أي حد إحنا بنتعامل معاه وما بيعجبناش تصرفاته بنقول عليه إنه نرجسي، وده طبعا غلط. طب سؤال، يعني أنا لو لقيت حد عنده صفة من ال5 صفات دول أقدر أقول عليه إنه نرجسي؟ لو لقيت ال5 صفات دول في شخص واحد مجتمعين يبقى ده نرجسي. وبعد ما أقولك على ال5 صفات دول هقولك إزاي بالتفصيل تتعامل مع الشخص النرجسي. أول صفة، عدم الاعتراف بالنرجسية. دايما الشخص النرجسي من صفاته انه لا يمكن يعترف ابدا ان عنده اي صفة من صفات النرجسية. يعني لو رحت وقلت له على فكرة انت عندك مشكلة، انت نرجسي، هتلاقيه دايما بيضحك ويتريق عليك. مستحيل الشخص النرجسي يشوف ابدا عيوبه او غلطاته، هتلاقيه دايما شايف نفسه خالي من اي عيوب او غلطات. ويا ريت على كده وبس، ده انت دايما هتلاقيه شايف نفسه شخص مثالي. تاني صفة هتلاقيها في الشخص النرجسي انك دايما هتلاقيه انسان مغرور ومتكبر، وهتلاقيه بيمارس تكبره ده بانه يشوف نفسه على الناس اللي حواليه، ويحاول دايما انه يقلل منهم ويشوف نفسه عليهم. بيحس بلذة فظيعة لما ينجح في انه يقلل من قيمة الشخص اللي قدامه او يحسسه انه ولا حاجة. تالت صفة هتلاقيها في الشخص النرجسي انك دايما هتلاقيه انسان عنيد بشكل مش طبيعي، هتلاقيه بيعاند لمجرد العند، ومستحيل يرجع في عنده حتى لو اكتشف بينه وبين نفسه انه مش صح. هتلاقيه بيعند معاك لاخر نفس لمجرد انه مش عايز يعترف بغلطه. مستحيل النرجسي يعترف بغلطه او يطلع نفسه غلطان حتى لو على موته. رابع صفة هتلاقيها في الشخص النرجسي هي الأنانية. الشخص النرجسي ما بيشوفش الا نفسه ومصلحته وبس، بمعنى انه مستحيل يفضل حد تاني على نفسه، سواء انت او اي حد تاني حتى لو كانوا من القريبين جدا منه. نفسه هي رقم 1 وبس. وخامس صفة هتلاقيها في الشخص النرجسي واللي لازم تخلي بالك منها جدا، وهي ان الشخص النرجسي ما عندوش اي مشكلة ان يأذيك على حساب انه يسعد نفسه. لانه زي ما قلت لكم من شوية ان الشخص النرجسي ما بيشوفش الا نفسه بس، تركيزه كله على نفسه، وبالتالي مش هيهتم لأمرك، مش هيهتم اذا كنت انت زعلان ولا حزين، بخير ولا مش بخير، ايا كان. كل ده مش مهم. المهم هو حاسس بايه. انا دلوقتي شرحت لكم ال5 صفات من صفات الشخصية النرجسية. علشان تعرف تتعامل مع الشخصية النرجسية محتاج ل3 خطوات هقولهم لك، ولكن في الفيديو الجاي. مستني منكم تكتبوا لي في التعليقات لو قابلتوا شخصية بالصفات دي قبل كده ولا لأ، يا ترى عرفتوا تتعاملوا معاها ولا لأ. حياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.